ربا وقفت قدام ياسين، عينيها توسعت وقلبها بدأ يدق بقوة. ياسين ابتسم هو وقال بنبرة هادئة فيها خبز: مرحبا بك في شركتي. كل شيء حولها كان كبير وفخم، المكتب، الكراسي، الستائر الثقيلة، وضوء الشمس اللي يدخل من الشبابيك. كل تفصيلة تحسسها بغرابة، وكأنها دخلت عالم ثاني، عالم ياسين، عالم ماشي سهل. ياسين قعد على كرسي وفتح جهازه وعيونه ما فارقت ربا. قال بابتسامة صغيرة: ما كنتش نحسب نلقاك هنا آنسة ربا، الحياة دايما تعرف كيفاش تصدمنا. ربا شدت حقيبتها بقوة وحاولت تبان هادئة بصوت منخفض. قالت: من اليوم الربا القديمة ماتت، واللي راح يجي راح يشوف نصف الثاني. ياسين ضحك بخفة وقال: نصف الثاني؟ حبيت نسمع هاك الكلام منك. اللعبة بدات ربا دخلت المكتب، وكل خطوة كانت محسوبة، وكل حركة فيها توتر. كل حاجة كانت تقول لها اللعب بالنار بدأ، وكل لحظة راح تكون فيها مخاطرة، وهي لحظة التخطيط. جلست على كرسي بعيد عن مكتبه وغمضت عينيها شوية. خافت، لكن الغضب والحماس كانوا أقوى. اليوم كل شيء يتغير، اليوم نصف الثاني يخرج للنور، قالتها لنفسها بصوت منخفض. طلعت ورقة ومذكرة من حقيبتها وبدأت تكتب خطواتها. الخطوة الأولى: تعرف على كل شيء عن الشركة، كل زواياها، كل الموظفين، كل سر صغير يقدر يكون مفيد. الخطوة الثانية: التعرف على ياسين أكثر، عاداته، نقاط ضعفه، شغفه، كل شيء ممكن يستخدمه لصالحها. الخطوة الثالثة، وهي أول اختبار صغير، مجرد خطوة اليوم باش تشوف كيفاش يتصرف وتخطط للخطوات الجايين. في نفس الوقت ياسين كان يراقبها بعينين ما تفوت حتى حركة. ضحك بخفة وقال مع نفسه: حاسة باللي ربا القديمة راحت، وهذه النسخة الجديدة قوية وما تخاف من والو. اللعبة بدات. ربا رفعت رأسها ونظرت مباشرة في عينيه بابتسامة صغيرة لكنها مليانة تحدي. من اليوم ماشي غير حب، من اليوم نصف الثاني راهو حاضر. وأول اختبار هو بعد الغداء. ربا بدأت تلاحظ التفاصيل الصغيرة في الشركة: من يفتح الباب، من يراقبها، من يحاول يعرف وين تروح. كل حركة كانت تحت المراقبة، كل كلمة كانت محسوبة. قرب ياسين منها فجأة وقال: شفتك تراقبي كل شيء، تحبي تلعبي؟ ربا ابتسمت بطريقة باردة وقالت: نلعب، بصح أنا نختار القواعد. ياسين ضحك بخبث: نعرف، واللعبة هذه طويلة، وكل خطوة راح تزيد النار بيناتنا. في اجتماع مع الموظفين ياسين قدم ربا رسميا، كل العيون عليها وكلهم حاسين باللي فيها شيء مختلف، حاجة قوية، حاجة تخوف شوي. ربا وقفت بثقة، عينيها على ياسين، كل كلمة تقولها كانت محسوبة، وكل حركة يدها أو رأسها كانت توصل رسالة واحدة: ما تبرهنيش، نصف الثاني راح يبان. ياسين لاحظ ذلك وابتسامة خفيفة ظهرت على وجهه. عرف باللي اللعبة بدات، بصح المراقبة، التحدي واللعب بالنار راهو كامل حاضر. مع نهاية النهار ربا خرجت من المكتب، الشمس بدأت تغرب والمدينة كلها بدأت تأخذ لون أحمر. وقفت على الشرفة وتنفست شوية هواء. قالت مع نفسها: اللعبة بدات، اليوم مجرد البداية، ونصف الثاني راح يبان باللي عنده صبر وقلب قوي. وفي المكتب ياسين شافها من بعيد وضحك بصوت منخفض. نارها بدأت تحترق، ونار اللعبة راح تولي لا يمكن التحكم فيها. القلب مولع بالنار، العقل يحسب الخطوات، والمدينة كلها نايمة غير هما الاثنين اللي قلوبهم مولعة بالحب القديم وبالكره وبالانتقام اللي راهو يبدأ يولي حقيقة.